صباح الفل يا اخواتي او مساء الفل يا اخواتي، على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوني فيه. هي كده كده كلها محصلة بعضيها، سينا شبه سونيا، الصبح زي الليل والليل زي الصبح والنور زي الضلمة والضلمة زي النور. ما بقتش في حاجة فارقة يا صاحبي، كله رايح يا صاحبي، كله رايح. المهم يا صاحبي انا مش طالع على الصبح انكد عليك، انا طالع بس اتكلم كلمتين. انا مش بتاع لايفات ومش بتاع كبسوا وما بفتحش لايفات. انا بطلع اقول كلمتين بالحب، تاخدهم مني حب في حب، تاخدهم مني اخوه في اخوه، ما تاخدهمش خالص. انا بقول كلمتين في الصح لاخواتي بالنيه سالكه لله في الخير، وبنور اخواتي. اخوك من صغره في الشارع وابن منطقه شعبيه ومرعرع في قلب منطقة شعبية ومتربي في الشارع، ففي خبرات وتعاملات مع جميع أنواع البشر. أنا عاملت الضابط وعاملت الدكتور وعاملت الحرامي وعاملت السوابق، وبحب كل الناس وليا أصحاب في جميع أنواع. أنا آسف يا إخواتي، ليا أصحاب من جميع أنحاء الدنيا كلها، ليا أصحاب من جميع الطبقات ومن جميع الطوائف. أنا عايز أقول لك كلمتين يا صاحبي. بص يا صاحبي، انت لازم في الزمن ده عشان تعيش مصارع. لا، مصارع ايه ده؟ انت تعيش مقاتل، تعيش مقاتل على حقك وعلى الصح وفي الخير. تعيش مقاتل على نفسك وعلى اهل بيتك بس، عشان مفيش حد يستاهل ومفيش حد بيطمر فيه ومفيش حد رجيل ومفيش حد مظبوط ومفيش حد على مبدأ. كله غش في غش يا صاحبي. في وشك اخوك وحبيبك وفي ظهرك سكاكين وعين يا صاحبي اصلا على جيبك. هتروح فين انت يا غلبان؟ طيب هتروح فين انت؟ ايه اللي جاي منك؟ ده انت قاطع، ده انت واقع من ال 14، ده انت واقع من فوق برج القاهره منفض، ما حيلتكش حاجه، محفظتك مش عمرانه. جاي منك ايه؟ ترن عليا ليه؟ يبقى اخوك وصاحبك واكل معاك عيش وملح وامبولتين في بوكسر واحد، واول ما تجيله مصلحه او يبقى في ضربايه يا صاحبي او مع اول فرصه يقول لك عم الهند انا يوم واجي لك واما اقضي مصلحتي ابقى افضى وادور عليك. يا صاحبي مش كده، يا صاحبي مش كده. فكوكوا من الجو اللي داير ده، القله على الضوافر والجلاش على الباب وكله بياكل ومحدش بيصون الاكل اللي بياكله مع التاني. كله بياكل ومع اول مصلحه الاكل بينزل على الطبه ويزعلوك في شارع ويرادوك في حاره عشان انت طيب وقلبك ابيض وجدع ومظبوط وبتتعامل باصولك اللي اتعلمتها في بيت ابوك. انت مظبوط وجدع، ما بتزعلش وما بتشيلش وبتحب الناس وقلبك ابيض وبتحب الدنيا كلها وبتتراضى بكلمتين. فنيجي عليها يا عم نبيعه يابا المصلحه اولا وبعد كده نراضي اي حد. تحس ان الناس بقت ماشيه بمبدأ كفي نفسك وافرم الاخرين، درمغ الاخرين يا صاحبي. انا مش اهم حاجه ان انا متراضي ومراضي دماغي ومراضي شهواتي ومراضي عضمضم. يا عم طول ما عضمضم مفسود احنا كده يا صاحبي في اقصى وابعد الحدود من الراحه. الناس كلها بقت على البايظ يا صاحبي. يلا روح انتي، فصلتني يا اخواتي الدبانه دي بس.